الخميس 24 من ماي 2007 يتوجه الأستاذ فتح الله أرسلان الناطق باسم جماعة العدل والإحسان إلى مقر نادي المحامين بالرباط لعقد ندوة صحفية دعت الجماعة إليها وسائل الإعلام لتسليط الضوء على حصيلة سنة من الانتهاكات في حقها. السلطة كانت هناك قبل الموعد. اتصلنا بالنقابة ديال المحامين وعطاونا الموافقة، جينا لقينا حابسين واش ما فهموش. ما كاينش نادي المحامين قال لك ما كاينش. لا المحامين النقيب ديال المحامين عطانا الموافقة. لا هو المدير واش هو اللي استدعاكم باش تمنعوا؟ هما قال لك ما عندناش. كاين منع دابا بشكل رسمي راه كاين. اذا هذا هو، اذا دابا كاين واش كاين السلطه تتمنعنا رسميا، هادشي اللي بغينا نتوصلوا. منع آخر ينضاف إلى مسلسل المنع الرسمي تصطدم فيه إرادة الحوار والتواصل بشكل حضاري مع عقلية لا تؤمن إلا بلغة قمع الحريات. حتى شي مبرر ديال المنع واحد الندوه صحفيه، جينا باش نعبروا على الاراء ديالنا، على مواقفنا مما يحدث، على ما يجري في المغرب، على ما نتعرض اليه من عسف ومن جور ومن منع. لكن السلطه انتم تتشوفوا جات ومنعتنا، ممنوع نعبروا على راينا، ممنوع نتكلموا، ممنوع نقولوا للمواطنين شكون لنا واش بغينا. خاص فقط الناس يبقاو يتكلموا باسمنا ويلصقوا بنا التهم اللي بغاو ويصورونا كيف بغاو. هادشي السلطه اللي بغات، ما خلاتناش نتكلموا، ما خلاتش الناس يعرفونا على حقيقتنا، لان تعرفوا بان الناس اللي عرفونا على حقيقتنا سبب كبير جدا باش الناس يجيو عندنا وباش الناس يتبنوا الاراء ديالنا. من هنا كانت البداية. الأبواب المفتوحة شكل جديد اعتمدته جماعة العدل والإحسان في جل مدن المغرب للانفتاح على عموم فئات الشعب ونخبه. أيام تواصلية تشكل فضاء حوار مفتوح ومباشر مع أعضاء الجماعة وقياداتها، ويتعرف من خلالها الزائر على مبادئ الجماعة وأهدافها. والأبواب المفتوحة التي تنظمها جماعة العدل والإحسان بمدينة البيضاء تأتي في سياق الأنشطة المتواصلة التي تقوم بها الجماعة، ليس فقط على مستوى الدار البيضاء وإنما على مستوى مختلف أقاليم ديال المغرب. فنحن أردنا بهذه الأيام التعارفية أن نتواصل مع الناس كما قلت دون وسائط. توافد على هذه الأيام مئات الآلاف من الزوار، تجاوبوا بشكل ملحوظ مع مختلف الأنشطة من محاضرات وندوات، بالإضافة إلى أروقة ومعارض وغيرها من العروض الفنية والأدبية. خلفت الأبواب المفتوحة انطباعات إيجابية بددت الصورة التي ما فتئت السلطة تروج لها بكل الوسائل للنيل من سمعة الجماعة. فحقيقة على مستوى الشارع تنسمعوا جماعة الإحسان، جماعة من بين المسائل اللي تيقولوا فيها جماعة ضالة، جماعة تطمح للسلطة بالدرجة الأولى. فحقيقة زعما هادشي تيبان لي ماشي صحيح، تيبان لي أنا هاد الناس بعدا صادقين في الدعوة تاعهم، صادقين في المشروع تاعهم، وإن شاء الله غادي يجي خير كثير على يديهم ونطمن الله يوفقهم. On entend parler de Adel Hassan, on entend bien, on entend aussi que c'est un mouvement pacifiste, mais ce type d'événement c'est très bien parce que ça permet aux gens de découvrir un peu plus le mouvement et c'est très bien. Donc c'est un mouvement qui a un objectif et pour arriver à son objectif, il y a les moyens, la non-violence, la justice et je trouve que c'est très intelligent. Et ça permet en fait, au bout du compte, de servir son peuple et en même temps de servir sa cause. تزامن تنظيم هذه المحطة مع انعقاد المؤتمر القومي الإسلامي في الدار البيضاء جعل الفرصة مواتية لعدد كبير من الوفود والشخصيات للوقوف عن كثب على مشروع الجماعة وأسلوب عملها والتعرف على مؤسساتها. كان لحضور هؤلاء الشخصيات لبعض أنشطة الجماعة من خلال الأيام المفتوحة كان له آثار، وكانت فرصة لهؤلاء لكي يطلعوا على الجماعة عن قرب، وحضروا لمجموعة من هذه الأنشطة، ولا أخفيكم سرا أنهم تفاجؤوا بذلك وأكبروا الجماعة من خلال ذلك، وصححوا النظرة الإعلامية المغرضة التي كانت تحاول بعض وسائل الإعلام مأجورة أن
تسوق بها الجماعة. تحية إسلامية لرجال القضية. الشيخ عبد السلام ياسين نسأل الله أن يعني يطيل في عمره وأن يعينه على جهده ويعين إخوانه معه على ما يقومون به من عمل. لا شك أنه هذه الأروقة تدلل على اتساع دور الجماعة الذي يتسع مع الزمن، وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى، وعلى أنها جزء من نهضة هذه الأمة المستقبلية. إقبال وتجاوب أثار حفيظة السلطة، مما حدا بوزير الداخلية المغربي شكيب بن موسى إلى القول إن جماعة العدل والإحسان بتكثيفها لأنشطتها تكون قد وضعت نفسها خارج القانون، وهو مبرر يطرح أكثر من علامة استفهام. والحقيقة أننا نحن كذلك تفاجأنا بذلك الإقبال المنقطع النظير. غاض ذلك السلطة فتدخلت بقوة، وكان تدخلها في هذه المرة أكثر همجية. مقولة وزير الداخلية كانت إيذانا بانطلاق حملة السلطة على الجماعة لمزيد من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، فتم إغلاق مقراتها ومهاجمة بيوت أعضائها، فضلا عن الاعتقالات والاختطافات والمحاكمات التي كانت بالجملة. إنها حملة غير مسبوقة في تاريخ المغرب، جاءت لتفند كل الشعارات الرسمية من قبيل طي صفحات الماضي والمصالحة والإنصاف والمزاعم كلها الباطلة التي حاول المخزن أن يرفعها. حملة بأرقامها تدل على البشاعة وتدل على الارتباك في القرارات الرسمية والمركزية للدولة تجاه خصم مزعج قوي لم يرتكب في إطار القانون ما يبرر هذه الحملة عليه. تجاوز عدد الأعضاء المعروضين أمام القضاء من أعضاء جماعة العدل والإحسان 725، منهم 12 امرأة و12 طفلا قاصرا. تجاوزت الغرامات لحد الآن نصف مليار سنتيم. تجاوزت مدد السجن المحكوم بها على الأعضاء أزيد من 108 أشهر سجنا ما بين النافذ والموقوف التنفيذ. هذا البيت كان على موعد مع مجلس من مجالس النصيحة، وهي مجالس يصطف فيها أعضاء الجماعة يذكرون الله تعالى ويتلون القرآن ويصلون على النبي صلى الله عليه وسلم. دقائق قبل انعقاد المجلس يفاجأ الجميع بعسكرة البيت وتطويق الطرق المؤدية إليه ومنع رواده من ولوجه. ترى لماذا تحارب مجالس ذكر الله تعالى في دولة الإسلام دينها في الوقت الذي يتم فيه تشجيع التمييع والفساد؟ وأية نية وراء محاولة إخماد جدوى التطلع إلى معاني الإحسان في القلوب؟ حوالي 6:30 ولا 7 مساء بدات عسكرة ديال الحي، خاصة المداخل اللي كتأدي للبيت ديالي، بعد شتى أنواع البوليس والشرطة والقوة المساعدة والتدخل السريع وحضور رجال السلطة على من مستويات مختلفة من حيث الجراد وأنواع مختلفة، فمنعوا المؤمنين باش يوصلوا للبيت. كنت في البيت فتلقيت مكالمة هاتفية من أحد الإخوان يقول لي فيها بأن بيتك محاصر. تعجبت للأمر فخرجت أنا وابني فوجدت مجموعة هائلة بل كتائب كبيرة من مدججة بالسلاح من القوات المساعدة، من الأمن، من التدخل السريع، من المخابرات، من الأمن بين قوسين الأمن المحلي، ومجموعة من الناس الذين يحاصرون البيت. أردت أن أحصي العدد فلم أتمكن. السيارات تفوق 100 سيارة، فكأنما جاءوا إلى شخص يريد أن يفجر البلاد. فأدخلوا يعني بواحد العنف، وانا كانت عندي البنيه الثالثه نائمه في البهو ديال الدخول ديال المنزل ديالي، والام ديال يعني الزوجه ديالي الام ديال الابناء. فاذا بهم كيطلعوا مع الضوء جدر السطح، قلبوا لي المحل، يعني واحد الهمجيه، الكتب ديالي، الخزانه ديالي يعني فرعوها، الفراش، يعني واحد العمل شنيع. ومشيت انا لعندهم، داروا لي محضر. مني رجعت للدار ديالي لقيت البيت مشمع، لقيت الزوجه على برا يعني في واحد الحاله يرثى لها هي والابناء ديالها. فانا الحي كامل يعني كيستنكر ذاك العمل الشنيع.
تشميع البيوت وطرد وتشريد أهلها بما في ذلك النساء والأطفال حرك مشاعر الرفض داخل المغرب وخارجه، حيث علت حناجر الأحرار تستنكر الزج بأعضاء وقيادة الجماعة في محاكمات صورية بتهم ظاهرها عقد تجمعات بدون ترخيص والانتماء لجمعية غير مرخص لها، وباطنها سياسة رسمية تسعى في تدبيرها للشأن الديني إلى فرض وصايتها على الدين وتسخيره لتثبيت نظام الحكم المستبد وخدمة مصالحه. انتهت هذه المسرحية كلها بحكم بالبراءة. مع ذلك فالبيت مراقب والحركات مراقبة والهاتف مراقب. ماذا بالمنزل، ماذا بالأطفال، ماذا بالزوجة، ماذا بالزوج، وماذا بهذا الإخوان كامل كانوا كيجتمعوا يذكرون الله عز وجل ويتلون كتاب الله ويتعاونون فيما بينهم من أجل فهم كتاب الله تعالى وتغيير ما بنفسهم ويعني تربية النفس على الخير. قال جماعة العدل والإحسان الإسلامية المحظورة في المغرب إن 34 من الأئمة المنتسبين إليها عزلوا من مواقعهم بسبب انتمائهم للجماعة التي يقودها الشيخ عبد السلام ياسين. واعتبر بيان صادر عن الجماعة توقيف السلطات المغربية لهؤلاء الأئمة في 15 مدينة مغربية بأنه جائر. وأشارت العدل والإحسان إلى أن عددا من أئمتها قد أحيلوا إلى القضاء لمحاكمتهم بتهمة الانتماء إلى هذه الجماعة. الله عز وجل البشرى لهذوك المؤمنين المتقين. بن سالم بهشام أحد هؤلاء الأئمة الذين تم توقيفهم، وقد اعتاد منذ سنة 86 900 وألف إلقاء خطبة الجمعة بمسجد أم الربيع بمدينة خنيفرة، وجد فيه المصلون ملاذا ونموذجا للعالم والفقيه المتهمم بمعاشهم ومعادهم، إلى أن جاءت سنة 2006 ليمنع من أداء وظيفته رغم كفاءته العلمية ومسيرته الدعوية، وليس من سبب لهذا سوى انتماؤه لجماعة العدل والإحسان. بلغوني على الساعة 9:30 يوم الجمعة في حينه أنني قد أقلت من مهمتي بقرار وزاري. لما طلبت إليهم أن يمدونني بالقرار الوزاري رفضوا. حوالي 30 من الأئمة الذين عزلوا في أو يعني عوضوا في هذه يعني في السنتين الأخيرتين في الحقيقة لأسباب مهنية 90%. ماذا تريدون؟ أتريدون أن أقول ما يخالف شرع الله عز وجل؟ قد عاهدت الله عز وجل أن أقول كلمة الحق، وهذا هو واجب العلماء. أدى بهم الأمر إلى اقتحام المسجد بأحذيتهم، واعتقلت بعد أن قضيت يوما بأكمله إلى الفجر، واستنطقت في 2:30 من الليل، وبعد ذلك أخذوني إلى السجن المركزي. ماشي الفرح الشخص ديالي اللي تيتسمى بن سالم بهشام، وإنما الفرح بالإسلام. تيدل على أن هذه المدينة المباركة فيها خير، وأن هذه المدينة المباركة تتحب الخير. محننا هي منح وليست محنا. المحنة التي تطهرك وتردك إلى الله سبحانه وتعالى عز وجل، وتجعلك متماسكا صلدا وتتحمل الضربات، وتعطي لك المصداقية وتجعل الناس يتعاطفون معك. فالدولة تسدي إلى المعروف من حيث تريد الإساءة إلينا. المتتبع لمسيرة جماعة العدل والإحسان يقف على نصيب قياداتها من جبروت السلطة،
فقد قضى الأستاذ محمد العبادي 2 من السجن رفقة إخوانه في مجلس الإرشاد بتهمة تأسيس جمعية غير مرخص لها، وهو الآن يتابع في 8 ملفات: المس بالمقدسات، وعقد تجمعات عمومية بدون ترخيص، وكسر الأختام التي شمع بها بيته، وغيرها. ملف آخر حظي بتتبع ومواكبة مختلف وسائل الإعلام لما يشكله من اختبار حقيقي لحرية التعبير في المغرب. الأستاذة ندية ياسين كريمة الأستاذ عبد السلام ياسين مرشد جماعة العدل والإحسان تتابع في ملف نوعي التهمة فيه المساهمة في المس بالنظام الملكي والإخلال بالاحترام الواجب للملك. جاء ذلك على خلفية تصريح أدلت به في يونيو 2005 لجريدة الأسبوعية الجديدة، تجرأت فيه حسب قولها على ارتكاب جريمة التفكير بشكل مخالف، وعبرت من خلاله عن مقاربة أكاديمية تجاوزت المعايير المسطرة حين قالت بتفضيلها للنظام الجمهوري على النظام الملكي. ملف الأستاذة نادية ويطعن في زعم السلطة بأننا بلد ديمقراطي، بأننا بلد فيه حرية التعبير. الأستاذة نادية ياسين عبرت عن رأيها، لم تحمل سلاحا ولم تقوم بثورة. محاكمة الرأي العام المغربي، محاكمة حرية المغاربة بأن يعبروا عن ما يختارونه من نظام سياسي. فإذا من حقها أن تعبر كما يعبر سائر الناس، من حقها أن تعبر عن رأيها. فإذا المسألة حقوقية نعم، ولكنها سياسية بامتياز. سياسية بامتياز. أستاذة نادية ياسين استهدفت لأنها تنتمي إلى جماعة العدل والإحسان. نحن نجسد فكرة قوية تزلزل وتزعزع تابوهات مختلفة وتابوهات متعددة. نحن من الشعب ومع الشعب وفي الشعب، ولنا تصور. المخزن لا يحب أن يكون للشعب تصورا، ونحن لدينا تصور، لدينا تربية، لدينا تأطير لهذا الشعب. فمن مصلحته الكبرى أن لا يضيع صيتنا. تشكل آراء الأستاذة ندية ياسين ومواقفها محط اهتمام من طرف وسائل الإعلام الوطنية والدولية لما تتسم به من عمق في المعالجة وجرأة في تكسير بعض الطابوهات. آراؤها في مدونة الأسرة والدستور ونظام الحكم أمثلة على ذلك. لها إسهامات فكرية في مد جسور الحوار والتواصل، ومشاركات في العديد من المنتديات الدولية. La grande misère qui nous a été faite, c'est qu'on nous a dit vous avez juste le droit de vous taire. Une constitution qui donne tous les droits à une seule personne n'est pas une constitution viable pour un 21e siècle. Si on veut sortir de l'analphabétisme, de nos impasses économiques, on ne peut pas avoir quelqu'un qui commande tout. Nous ne sommes pas un troupeau de moutons, nous sommes des êtres humains. Et c'est au nom de notre foi islamique que nous revendiquons le droit à la séparation des pouvoirs, le droit à ce que nous ayons une constitution qui nous garantisse notre citoyenneté et non pas notre panurgite. Nous ne sommes pas des moutons de panurge. اسم تألق في سماء فن الغناء، وواحد من أندى الأصوات في العالم العربي. رشيد غلام تم الزج به في ملف جنحي قضى بموجبه شهرا في سجن الجديدة بعد أن لفقت له تهم لا أخلاقية، وهو أسلوب جديد في تعاطي السلطة مع ملف الجماعة. إذ سعت جاهدة بعد فشل سياسة القمع وبكل الوسائل الدنيئة إلى النيل من سمعة الجماعة من خلال محاولة مس المرتكز الأخلاقي والأساس التربوي لأعضائها. النظام المغربي
وهو يسعى جاهدا في فصله عن جماعة العدل والإحسان. أعقب علي صنوفا من المنح، ثم جاء دور الإغراء والمساومات في أن يعطى لي ويقدم لي ويفتح لي المجال لكي أنسحب من جميع الإحسان. فعندما قوبل عرضهم بالرفض والإباء أيضا جاءت تلك اللعبة الخبيثة وتلك الخطة الدنيئة لفصله عن جماعة عدل الإحسان قهرا. فصل آخر من فصول المساومات ينتهي باعتقال الأستاذ عمر محب، ويضيف اسمه إلى لائحة الاعتقال السياسي بالمغرب. تم اعتقاله يوم الأحد 15 من أكتوبر 2006 من داخل معرض للكتاب كان ينظمه. جاء ذلك إثر مذكرة بحث مزعومة تعود إلى سنة 93 900 وألف، قيل إنها صادرة في حقه في موضوع وفاة أحد الطلبة المحسوبين على اليسار الراديكالي. ليبدأ بعد قرابة 6 أشهر من التحقيق والاعتقال مسلسل جلسات المحاكمة التي عرفت في جميع أطوارها جملة من الخروقات فضحتها هيئة الدفاع المكونة من عشرات المحامين، ابتداء بانعدام حالة التلبس وانتهاء بالحكم الصادر في حقه والقاضي بحبسه 10 سنوات نافذة. أول خطوة في مناقشة الملف تبين على أن الهيئة واثقة من البراءة ديال عمر محب، بل أن الهيئة حصلت هذاك الشاهد وثبتت عليه التناقض. ماشي غير الدفاع، نقولوا هذاك الدفاع راه ديال عمر بطبيعة الحال راه غادي يقلب على البراءة ديالو، ولكن هيئة الحكم بيدها وقفت مع التناقضات والتلاعبات ديال داك الشاهد، وفعلا ارتبك. فكانوا الناس اللي حضروا تما كاين المتتبعين ولا الحقوقيين ولا الإعلاميين، بل حتى الخصوم في الملف اللي كيتعتبروا انفسهم طرف مدني، حتى هما يعني كانوا غاديين يعني خارجين بأن راه المحكمة غادي تحكم بالبراءة. هذا الملف سيكون ملفا آخر ينضاف إلى الملفات المخزية التي تلطخ سمعة النظام وخصوصا في الجانب الحقوقي والسياسي لبلدنا. اعتقدنا عمر محب، اعتقدوا وليداته، تيسولوني فين مشى بابا، كيهضروا معاه في التليفون فوقاش غادي تجي، هذا جيب لنا هاد الحاجه دير لنا هادي. الحمد لله زعما وربي فاش كينزل الابتلاء راه تينزل معاه اللطف. ربي شاء ربي اختار لي كيما اختار له هو هذا الابتلاء، اختار لي انا سبحان الله هذا الوسام باش يكون شاهد امام الله عز وجل. كل هذا يبقي ملف الأستاذ عمر محب فضلا عن خلوه من أي أساس قانوني وفقدانه لأدلة الإدانة ملفا سياسيا أرادت له السلطة أن يكتسي طابعا جنائيا، كما فعلت في ملف مماثل عرف بملف طلبة وجدة، والذي يقضي بموجبه 12 طالبا من فصيل طلبة العدل والإحسان حكما ب20 سنة، في سعي محموم لإلصاق تهمة العنف بالجماعة من أجل صد مشروعها التغييري، بل من أجل إسكات كل صوت حر لا يتناغم مع عزف المخزن. جهود كان الأولى صرفها في حل المشاكل الحقيقية التي يتخبط فيها المغرب ويكتوي بنيرانها الشعب المستضعف الذي يدفع ثمنا باهظا لملفات مزمنة لا تعرف طريقا للحل، من قبيل ملفات الصحراء والصحة والتعليم والسكن والتشغيل. الشباب الآن في المغرب بدأ يبحث عن كل المنافذ حتى للتخلص من نفسه من ذاته. أفق مسدود، لا عمل، لا تعليم، لا أمل في تحسين الأوضاع. فإذا شو الحل؟ فإما يلقي بنفسه في البحر أملا في أن ينتقل إلى الضفة الأخرى لعله يجد فيها عيشا كريما، وإما يقوم باحتجاجات أمام البرلمان فيقوم بانتحارات جماعية، وهذا في الحقيقة يدمي القلب. ثم
تضييق على الحريات ومنع الفكر المعتدل من التحرك، من العمل، من نشر أفكاره، من احتضان هذا الشباب الضائع. فماذا ينتظر لهذا الشباب أن يفعل إلا أن يرتمي في أحضان المجهول؟ ولعل خروج الشعب للشارع دفاعا عن قوت يومه في بعض المدن إثر الارتفاع المهول للأسعار وغلاء كلفة المعيشة لأكبر مؤشر على المدى الخطير الذي آلت إليه الأمور. وأقصى ما أبدعته السلطة لحل تلك المشاكل كان التبرير وتسويق المغالطات وقمع الحريات. خرجتم دفاعا عن حقوقكم كمغاربة وكمواطنين تحتجون على لقمة العيش، وتحتجون على الظلم والزور، وتحتجون على المعاناة التي يعاني هذا الشعب المغربي. وضع اقتصادي مبني على تفويت خيرات البلاد لأصحاب الامتيازات وغض الطرف عن الشركات الأخطبوطية التي تمتص دماء الشعب، والتغاضي عن محاسبة المتورطين في اختلاسات ضخمة. سياسة نهب ممنهج تزيد القلة المتنفذة ثراء والأغلبية المحكومة فقرا وحرمانا، تدعمها دعاية رسمية وتفضحها أمام الأعين التقارير الدولية والمنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام الأجنبية. أوضاع مزرية واختناق بلغ مداه. وجد الشعب في انتخابات 7 شتنبر 2007 متنفسا وفرصة ليقول لا في محطة راهنت السلطة أكثر من أي وقت مضى على نسبة المشاركة فيها، مسخرة في سبيل ذلك كل الإمكانيات المادية والدعائية. لكن المفاجأة كانت ليلة الإعلان عن النتائج. جاءت النتائج كما كنا نتوقع. كانت كثير من وسائل الإعلام حينما تزورنا تقول أنتم تقاطعون، فهل ستدعون الناس للمقاطعة؟ نقول الناس ليسوا بحاجة لمن يدعوهم للمقاطعة، لأنهم يقاطعون أصلا، لأنهم فاقدون الثقة في هذه المؤسسات. كانت رسالة من الشعب المغربي، رسالة واضحة صارخة بأننا نقول لا لهذه المسرحية، مسرحية الانتخابات، ونقول كفى من الاستمرار في هذه اللعبة لأنها أصبحت مكشوفة. رسالة مستعجلة لمن يهمه الأمر، مفادها أن الشعب مل من تكرار سيناريوهات فاشلة ورفض المشاركة في انتخابات دون جدوى تفضي إلى مؤسسات شكلية وتبقي القرار مركزا في يد واحدة، في حين يجمع العقلاء على أن تسيير شؤون المجتمعات تقوم به مؤسسات منبثقة من اختيار شعبي. دعونا إلى كل الأطراف السياسية إلى الاجتماع حول ميثاق. هذا الميثاق ينبثق عن نقاش واسع داخل المجتمع تشارك فيه كل الأطراف دون أن يستثنى أحد، وهذا النقاش يكون على مرأى ومسمع من الشعب، لأن كل المبادرات السابقة كانت تدار بين القصر وبين أطراف سياسية داخلة في اللعبة، ومن ثم بقي الشعب دائما على الهامش. دعوة إلى ميثاق من خلال حوار يشارك فيه الفضلاء وذوو المروءات وكل الغيورين للإجابة على أسئلة حاسمة: أي مغرب نريد؟ وأي مواطن نريد؟ وكيف ندبر الاختلاف؟ والاتفاق على معالم المرحلة المقبلة أملا في إنقاذ ما يمكن إنقاذه.